السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم البنات ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم تتمه ديال هاد الرشيمه هذه. كيف شفتوا الفيديوهات اللي سابقين باني راه كل مرحله درت لكم عليها فيديو باش اي مبتدئه تقدر تخدم وتزعم، يعني ما تخافش لا من السلان ولا من طريقه النسيج، يعني كل حاجه عطيتها حقها. وحنا كما كنقول لكم كنمشي معكم غير دقه دقه باش اي وحده تقدر تفهمها البنات. صافي ان شاء الله غنحتاجو خلاص الحرير مبروم على 2 شعرات، مبروم مزيان ومجبد. دائما كنأكد على البنات على باش يكون مجبد، لان تيعطيني واحد البريون في الخدمه ديالي، ما تيبقاش دوك الدويرات راكبين على بعضياتهم، وبالتالي ما كيكونش واحد اللمعه زوينه في الحرير. صافي البنات ان شاء الله كيف شفتوا معايا غادي نركب هنايا. غنبدا لكم من هنايا. علاش مثلا نبدا لكم من هنا؟ لان نورمالمون هنا خص يكون عندي توب بحال هكايا كيكون عندي هنايا. انا حيت كنوريكم غير في الطريف ديال التوب، يعني هذا عندي انا سلاه غير باش نقبض هكا المرمى، يعني بديت لكم هذه البلاصه هذه. صافي نورمالمون هنا كيكون توب ياك، وكنكونوا نسجين واحد النسيج ديال هذا ديال المسلول، يعني عادي واحد الغرزه عاديه ديال بحال ديال الرباطي كتكون في هذه الجهه هذه، ومن تما كاين يعني هذا. بعد ما نركبوا هنا كنبدا من هنا من النسيج ديالي، كنبدا نهز 4 الحزيمات وانا غاده. صافي البنات كنتمنى تكونوا فهمتوني. صافي لانني انا خصني نبدا من هنا، ما عنديش هذا الخيط هذا اللي عندي كيكون درتو هنايا، ما عنديش في هذه الجهه، وبالتالي غادي نبدا. المهم غادي نخلي هذه وغنبدا لكم من هنايا. فاش تشوفوا الطريقه ديال النسيج راه غتفهموا شنو كاين. اول حاجه البنات هانتوما كنركب الحرير ديالي هنايا. دائما ما كنديروش البنات العقادي، كنحاولوا ندخلوا في هاد البلاصه اللي عندي على شكل دائره هكذايا باش كنثبت الحرير ديالي مزيان البنات. صافي هانتوما عندي هنايا 4 الحزيمات، زدنا هاد الخيط هذا اولا هاد الحرير هذا اللي درنا في الوسط ديال هاد الخيوط اللي عندي. رجعوا عندي 5 ديال الخيوط. صافي يا البنات نقولوا حنا 5 ديال الحزيمات. صافي هانتوما هاد الخيط عندي هنايا، وها الحزيمه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. صافي وهذا خلاص الخامس. المهم ما عليناش، هانتوما ركزوا معايا البنات. انا ركبت هنا الحرير، غادي الابره ديالي غندوزها تحت هاد الحزيمه، والابره غنطلعها فوق هاد الحزيمه هذه، وعاوتاني غنهز الحزيمه من تحت الثالثه. صافي والحزيمه الرابعه تنخليها على هذا الشكل هذا. صافي البنات هانتوما هكذايا. دابا هنايا بديت كنسج النسيج ديال الطرز التركي. صافي دابا عندي هنايا هانتوما شوفوا عندي الحرير فوق هاد الحزيمه هذه. صافي فوق منها، يعني غادي نحاول نهزها نجبدها بهذه الطريقه هذه. كندوز لي بارد تحت منها البنات، وكنخلي عاوتاني هاد الحزيمه هذه ونمشي للحزيمه الثالثه. صافي البنات ومن بعد عاوتاني كنخلي هاد الحزيمه الرابعه وكنمشي لهاد الخيط اللي عندي الخامس اللي كنا زدنا هنايا البنات. كنحاولوا نخدموا شويه مزيرين، ما خليوهاش مرخوفه. هانتوما عاوتاني عندي الحرير من تحت هاد الخيط ديال الحرير عندي من التحت، يعني كان الابره كتكون فوق منه هكذايا، وعاوتاني كنهز هاد الحزيمه الاولى، من بعد كنخلي الثانيه كنمشي للثالثه على هاد الشكل هذا. شفتوا معايا على هاد الشكل هذا. عاوتاني كندوز حيت عندي هاد الحرير هذا فوق من هاد الحزيمه هذه، كندوز تحت منها يا البنات بهذه الطريقه هذه هانتوما، وكنخلي كنهز هاد الحزيمه الاولى ونخلي الثانيه ونهز الثالثه ونخلي الحزيمه الرابعه ونمشي لهاد الخيط اللي درنا. بحال اللي الخدمه ديالي البنات كتجي مختلفه، يعني دوك النسيج كنخلي خيوط ونهز خيوط، كنخلي خيوط ونهز خيوط. هانتوما عاوتاني نفس الشيء، دائما الحرير عندي تحت هذا الخيط هذا ديال الحرير. صافي تحت منه هانتوما شتي لتحت، يعني كنخليه يعني دائما باش بغيت نتاكد كنخلي الابره ديالي هكا، يعني كنديرها فوق من هذا الخيط اللي درنا، وكندوز الحزيمه الاولى كندوز من تحت منها، ومن بعد كنخلي هاد الحزيمه الثانيه كنطلع الابره من فوق منها، وعاود نهز الحزيمه الثالثه وكنمشي على هذا الشكل هذا. دائما انا كنزير. صافي البنات نفس الشيء عاوتاني غنهز، لان عندي الحرير
عندي فوق من هاد الحزيمه الرابعه، يعني كي خصني نهزها بالابره بحال كتكون عندي شويه غابره، كنهزها بالابره ونخلي الحزيمه الثانيه، كنهز الثالثه ونخلي الرابعه ونمشي لهاد الخيط اللي عندنا هنا اللي درنا اللي قسمنا به هاد الخيوط كاملين. هانتو البنات الا ما فهمتوش الطريقه او لا عندكم شي زعما ما فهمتوش ما وصلت لكمش الفكره قولوها لي ونعاود نشرح بشي طريقه اخرى زعما تكون ابسط. هانتوما عاوتاني كنخليها، هانتوما عندي الحرير تحت من هذا الخيط الخضر هنايا تحت منه، يعني الابره دائما كتكون الفوق، يعني دائما انا كندير العكس، كان عندي الحرير الفوق كندير الابره من التحت، كان عندي الحرير من التحت كندير الابره من الفوق. صافي البنات دابا غندير الابره من الفوق، كنهز هاد الحزيمه الاولى، كنخلي الثانيه، هانتوما كنخلي الثانيه كنطلع هكايا بالابره، وكنهز الحزيمه الثالثه وكنخلي الرابعه على هذا الشكل. هانتوما شوفوا البنات صافي، وكنبدا البنات نكمل بنفس الطريقه. يعني البنات يحاولوا يعاودوا الفيديو بزاف د المرات زعما اللي ما فهماتش من الدقه الاولى، من بعد تتبقى غير اننا ندقوا الخدمه ديالنا باش تجينا متقونه. هذا هو اللي كاين. كنخدموا البنات حتى كيعمروا لنا دوك الخويطات كاملين. هانتوما شفتوا الابره ديالي فاش كنبغي ندق الخدمه ديالي، يعني دائما يعني كتجيني خدمه مدقوقه. صافي البنات دائما الابره بحال اللي تقولوا كنكحز بها هاد النسيج هذا، كنكحزو بالابره باش كتجيني الخدمه متقونه يا البنات. صافي، وفي نفس الوقت ما كنزيرش يدي بزاف وما كنرخفاش، على حسب هذا على حسب هذا فاش تكونوا كتخدموا غتعرفوا البنات فوقاش خصكم تزيروا وفوقاش خصكم ترخفوا يديكم. صافي البنات دابا انا وصلت هنايا. صافي غادي نعاود البنات كما قلت لكم ما نزيروش يدينا بزاف وما نرخفوش. غادي نعاود واحد الدوره واحده اخرى. شوفوا البنات هنايا في هذه المرحله هذه شو كندير، اما الا كنت هنايا كنرجع الابره، هانتوما الا كنت في هذه البلاصه كنرجع الابره لهنا، كنت في هذه البلاصه كندخلها هنايا. شوفوا هي عندي لتحت، كندخلها في وسط هاد الخيوط هادو. شفتوا البنات هنايا ما كتبانش البنات. شوفوا بلا ما نزيرو، يعني كنخليو الخيط على الحرير على راحته. وعاوتاني شنو كندير انا دابا هنايا كنت خدامه معكم هكذايا، دابا البنات غادي نرجع انا فين مرتاحه مع المرمى ديالي. شفتوا البنات على هذا الشكل هذا. هانتوما يا البنات هنايا عندي كندخل كما شفتوا هنايا، اعتبروا بحال ان عندي الابره تحت من هذا الحرير هذا، كنرجعها من تحت من هذا الحرير هذا باش كتبقى لي هاد الدقه هذه اللي غندير هنايا كتفيني ليا هاد الوريده هذه. يعني هنايا ما كيبانش هاد الخيط هذا، ما كيبانش، هانتوما بحال تقولوا غطيتو. صافي البنات غادي نعاود البنات، يعني شوفوا معايا هنايا عندي الابره عندي الحرير تحت هاد الخيط. يعني شو كندير، يعني هاد الخيط الحزيمه الاولى كتكون الابره فوق منها باش نهزو الحزيمه الثانيه، كنخليو الثالثه ونهزو الرابعه. عاوتاني عندي الحرير، هانتوما هنايا عندي الحرير تحت هاد الحزيمه هذه، يعني الابره تكون من فوق هاد الحزيمه. صافي يعني وكنهزو الحزمه الثانيه نخليو الثالثه ونهزو الرابعه ونمشيو لهاد الحزيمه هذه اللي او لهاد الخيط اللي عندي هنايا. كنحاول انني في هاد الاول نزير شويه، من بعد نتوما عندي الحرير من الفوق باش ما نتلفش، عندي من الفوق. صافي غندخل الابره تحت من هذا الحرير هذا، وكندير الابره من فوق هذه الحزيمه الاولى ونهز الثانيه ونخلي الثالثه ونمشي لجهه الرابعه. هانتوما هنايا شوفوا البنات انا ضروري خاصني هذا الحرير هذا يكون هابط لتحت. عاوتاني كنخليها ديال البنات كما درنا
كنشوفوا الحرير من التحت كنطلعوا الابره فوق من ديك الحزيمه، نهزوا الحزيمه الثانيه ونخليو الثالثه ونمشيو للرابعه كما قلت لكم البنات. وغنمشيو لجهه داك الخيط ديال الحرير اللي عندنا في هذه الجهه هذه، فهادي هنايا شوفوا البنات. وكنبداو نخلفوهم، مره كنهز خيط مره نخليه، مره نهزو مره نخليه، المهم على حسب اشنو عندي قدامي. صافي هانتوما عندي الحرير من التحت، هما البنات عندي الحرير من التحت، كتكون الابره كتكون من الفوق. صافي دائما تندير العكس، بحال كتقولوا كنعكسهم. انا غادي نحاول نزرب لكم البنات باش ما يجينيش الفيديو طويل. دائما البنات انا خدامه وانا كنهبط هاد الخويطات هادو اللي عندي، دائما تيهبطوا باش ان الخدمه ديالنا كتكون متقونه على حقها وطريقها. شتي البنات هذه هي الرشيمه ديالي كي جاتكم البنات. الصراحه انا زعما شي حاجه جديده ومختلفه، اكيد غادي تعجبكم البنات. ها نتوما شفتوا كي طلعت، الصراحه طلعت رائعه. ها نتوما دابا اشنو خاصني ندير، هي انني كيخصني عاوتاني ننتقل لهادو باش نعاود نخدمهم. صافي البنات غادي ننتقل لهادو باش نخدمهم. انا غادي نوريكم الطريقه. نتوما البنات هنايا حبست لكم هنايا، هانتوما باش نرد المرمى بلاصتها. شوفوا هنايا يكفي انني كندير واحد جوج بحال اللي كنخيط على هذا الخيط هذا، بحال اللي كنخيط عليه واحد جوج غرزات هكذايا بهذه الطريقه هذه. شنو وكنتقل البنات، كنتقل لهاد المكان هذا، كنتقل لهنايا بحال اللي كتقولوا كنرجع الابره لهنايا. صافي من بعد كنقلب المرمى ديالي. صافي البنات كنقلب المرمى، ومني كنبدا الخدمه كنبداها كنطلع الابره لهاد الجهه. صافي البنات دابا انا ان شاء الله غادي نبدا نخدم لكم بنفس الطريقه باش بديت هنايا. يعني في الاول كنت بديت من هنايا، دابا غادي نبدا من هنايا، غادي نبدا من هاد قبل من هاد الحزيمات هادو. كيفاش غادي ندير، هي انني خاصني نخلي هاد الحزيمه هذه ونجي لهنايا الحزيمه الثانيه، من بعد الثالثه، من بعد كنجي نهز هاد الخيط هذا اللي عندي هنايا. هانتوما وكنبدا ننسج. دائما كنخليو خيط ونهزو خيط البنات. في هذه المرحله بحال كي خصنا نزيروا واحد شي شويه. دائما كنهز الابره من التحت، كندخلها من تحت الحرير. وكنزير شويه يدي باش تكون الخدمه ديالي متقونه. غير في هذا الاول هذا، من بعد صافي كنمشي عادي على حسب ما ولفات يدي في الخدمه. انا كنقول لكم البنات اسهل الطرق، يعني باش اي مبتدئه تقدر تخدم زعما وتخدم بواحد الطريقه اللي هي ضامنه ان شاء الله بان هذيك البياسه هتخدمها اما جلابه اما قفطان، اكيد غيطلعوا زوينين ومتقونين، يعني ما عندها مناش تخاف. داكشي باش قلت لكم هاد الابره ديال التركي راه ضروري تخدموا بها يا البنات. هذوك ديال اللي فيها الراس راه ما غاديش تساعدكم في الخدمه وما غتكونش خدمتها سهله. المهم المبدا شنو هو البنات، هو انني في التركي راه كنهز خيط ونخلي خيط، نهز خيط ونخلي خيط، هذا هو اللي كاين البنات.
شفتوا البنات هانتوما كما قلت لكم ممكن نخرج الابره هنايا ونصدق هنايا في هذا الوسط، اما نجيبها من هنايا ونجي لهنا وعاد ندوزها من هنايا، يعني ندوزها من هذه البلاصه هذه. انا مازال غادي نسج واحد شي شويه غنهبط من هنايا عاد نخرجها في هذه البلاصه هذه. ندوزها بعدا من تحت هذا الخيط صافي البنات، وعاد باش نقدر ندوزها في وسط من هذا النسيج هذا. هانتوما البنات، ودائما هذا الخيط هذا كيدوز من هنايا صافي البنات. وهانتوما غادي نحاول انني عاوتاني نبدا نسج هذه البلاصه حتى هي نسجها. هي شنو خصني ندير، هي اني خصني ندوز من الابره من تحت هذا الخيط هذا اللي هنايا. هانتوما ندوزو من التحت، نخلي حزيمه الاولى، نهز الثانيه، نخلي الثالثه ونهز الرابعه صافي. ونكمل البنات بنفس الطريقه باش ما يجيكمش الفيديو طويل. اذا الا تفرجتوا غير في ديك الوريده الاولى غتفهموا شنو كاين البنات. غادي نحاول ان شاء الله نكمل البنات بهذه الطريقه هذه حتى نكمل لكم هاد الوريدات اللي عندي كاملين. انا غادي نشوف على حسب الوقت شحال عندي، غنحاول نكمل معكم غير هاد الوريقه هذه. كما تنقول لكم دائما نحاولوا نهبطوا الحرير للجهه لتحت. في الاول كنزيروا شويه يدينا ومن بعد كنبداو نخدموا عادي. هانتوما واخا الصراحه كنخاف ليه يجيكم الفيديو طويل، ولكني من الاحسن نشرح بالتفصيل باش واخا الناس اللي بغاو يتعلموا راه ما غاديش يحسوا بالفيديو بانه طويل صافي البنات. غادي يقدروا يستافدوا معنا خلاص. وهذا والاتقان راه تيبقى هو احسن حاجه، يعني هو دائما الانسان يكون كيتعلم وكيتعلم يبدا بالاتقان، يعني يولف ان يديه تكون متقونه البنات صافي. هانتوما البنات شفتوا هاد الوريده جات على هذا الشكل هذا. غادي نحاول ان شاء الله نكمل هاد الوريدات كاملين البنات اللي عندي، وغادي نوريكم ان شاء الله الشكل النهائي، لان الا بقيت كملت هادو كامل غيجيني الفيديو طويل. اذا البنات غادي واحد شويه ان شاء الله غادي ندير لكم الشكل النهائي ديال هاد الخديمه هذه، وديك الساعه ان شاء الله يبان لكم الشكل شحال زوين. يلا البنات نخليكم على ما نكمل هاد الخديمه هذه. البنات انا ساليت، شوفوا معايا رشيمه كتلعب تبارك الله انيقه. تخيلوا معايا مثلا الا كانت بجوج لوان، عرفتي هاد البلاصه اللي هنايا كيكون فيها اللون ديال الثوب وعاد اللون ديال الحرير، تبارك الله زعما كتطلع انيقه هاد الرشيمه هذه. كيف قلت لكم راه جديده واي بنت تقدر تخدمها. هانتوما شوفوا كتطلع مهم. كنتمنى ان شاء الله نكون وصلت لكم الفكره وتكون عجبتكم الرشيمه ان شاء الله. والبنات اللي ما فهموش او اللي عندهم شي حاجه ما مفهوماش تواصلوا معايا، فانا راه عند الاشاره ان شاء الله غادي نشرح كل شيء للبنات. الله يجعلني ما نعاود مثلا كاع فيديو واحد اخر باش تقدروا تفهموا ان شاء الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ما تنساونيش من التشجيعات ديالكم، وشكرا لكم بزاف البنات. شوفوا معايا مهم غير تشجعوا البنات وخدموها. البنات كاع اللي كيخافوا من الطرز المسلول ان شاء الله غير توكلوا على الله وخدموا، ما يكون ان شاء الله غير الخير. يلا البنات تهلاو في راسكم.